السلام عليكم. علمونا زمان واحنا صغيرين أن حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، من باب التشجيع. طب وبعدين لما تكبر بقى وتعمل حاجة بتحبها، ايه اللي هيحصل؟ اسمع مني، هتلاقي ناس كتير بتحبطك، وناس تانية بتنظر عليك، وناس خايفة عليك ومن كتر خوفها بترجعك لورا، وناس غريبة عنك خالص بتسقف لك. وساعتها بقى هيحصل لك اضطرابات داخل نفسك، وهتسأل نفسك هل أنا صح ولا غلط، وهتعوز ترضي ده وترضي ده، إلى بقى أن تدرك إيه؟ هتدرك أن إرضاء الناس غاية لا تدرك. فساعتها بقى مش هتفكر غير في إرضاء ربنا ثم نفسك، وكل اللي عليك إنك تسكت وتمشي وتكمل لحد ما تثبت اللي انت ابتديت علشانه واللي انت جاي له أصلا في الدنيا. وبصراحة بقى أنا جاية أقول لكم، لو حد عنده موهبة يبدأ ما يخافش من الخسارة، حتى لو الخسارة دي خسارة ناس. ايه المشكلة؟ صدقوني ربنا يعوضنا بالأحسن. اعذروني لو صوتي تعبان شوية، ودعوة حلوة كده من قلبكم. وفي النهاية عندي سؤال يا جماعة لمتابعيني على التيك توك. السؤال على جايزة على آخر تعليق، هقفل التعليقات في أي وقت على الفيديو ده بإذن الله. الجايزة هتكون بإذن الله جوز حمام متحمر، ولو انت بعيد عني هتاخد فلوسه 300 جنيه هقولهم لك ايه كاش يعني بإذن الله. يعني السؤال بيقول ايه بقى؟ ما هو الشيء الذي لم يحترق بالنار؟ اللي عارف الإجابة يكتب في الكومنتات، وما تنسوش تشجعوني بلايك وشير. اشوف وشكم على خير، مع السلامة.